جديدة في كل حسابات الوايز المصرية. لو انت عندك حساب وايز جرب كده وامشي معايا الخطوات وشوف المشكلة دي بنفسك. لو حبيت ان انت معاك مثلا اي عملة دولار او يورو وجاي تسحب على بنك انت رابطه مصري، جيت تسحب مش هيسحب معاك اكتر من 100 او 110 دولار لو انت معاك رصيد. بعد كده هيقولك ان احنا بنواجه مشاكل، مش هينفع ان احنا نسحب لك اكتر، وده بسبب عدم استقرار سعر الصرف. فوايز ما بقاش قادر يحدد، عشان كده ما تحاولش تسحبها خالص دلوقتي. او حتى عايز تسحبها، حاول تسحبها لو انت عندك حساب دولار هنا في مصر، جرب كأنه اعمله عملته اليورو وحط بيانات الحساب الدولار واسحبها عليه. هتوصلك بالدولار على حسابك، لكن هيتم خصم 5 دولار مصاريف السويفت على حسب البنك اللي انت بتتعامل معاه. عارفين طبعا ان وايز مش بيقبل الحسابات اللي هي بعملة الدولار هنا في مصر، فانت ساعتها تختار ان الحساب عملته يورو، لكن هتحط بيانات او ايبان الحساب الخاص بيك الدولاري في مصر. وساعتها اما يجي يسحب، هيسحب على الحسابك ده بعملة الدولار على الرغم ان انت حاطه بعملة اليورو، وهيتم خصم ال5 دولار بتاعت مصاريف السويفت. واعرف ناس شخصيا جربوا الطريقة دي. يا اما بقى لو قلقان ومش عايز تسحب دلوقتي، اجل الموضوع خالص، دلوقتي في عدم استقرار في سعر الصرف. فوايز كتر خيره يعني مش عايز يعمل لك موضوع السحب ده دلوقتي لحد ما يثبت سعر الصرف. لو في اي حد عنده اي سؤال او في اي تجديد في الموضوع ده هيحصل، هكلمكم عليه. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.